أنت الوحيد اللي عارف نَفْسك، ما حدش هيعرّفك نَفْسك، ما حدش هيخلّيك تتقدّم ولو خطوة واحدة، لإن أنت أساسًا ما حدش أنت تهمه. ما حدش هيفكّر فيك، طول ما أنت ما بتفكّرش في نَفْسك ما حدش هيفكّر فيك، طول ما أنت قاعد ما بتخطوش ولا خطوة ما حدش هيفكّر فيك، لو فاكر إنّك لمّا تبقى قاعد أو مستني حد يقول لك حاجة حد يقول لك معلومة، حد يساعدك في حاجة، سواء بقى كان أخ، أخت، صديق، أستاذك، حتى لو أنت طالب، اجتهد وابحث وشوف وجعل المُدرِّس دوّة مجرد وسيلة مش سبب أساسي لإنك أنت تعرف حاجة أو إنك أنت تتقدم في حاجة، ما حدش بيساعد حد، ما حدش بيهمه أمر حد غير نفسه، اعرف نفسك واعرف أنت عاوز إيه واعرف هدفك وعليه اشتغل. السر طالما طلع منك ما بقاش سر، ما تقولش ده صاحبي، ده عشرة عمري، ده مستحيل يخونّي، ده ما ينفعش إن هو يقول حاجة أنا قُلت له عليه، ما فيش الكلام ده. ما فيش حاجة طالما السر طلع منّك ما بقاش سر، قُل اللي أنت عايز كل الناس تبقى عارفاه عادي، قُل اتكلّم مع الناس، مش معنى كده إن أنت ما تتعاملش وتهزّر وتروح وتيجي وتصاحب وكل حاجة، لأ اعمل كل ده، بس اعرف حدّك، اعرف إن كل واحد ليه حدُّه وليه الزاوية المعيّنة اللي المفروض هو يكون موجود فيها، ما تزوّدش من قيمة حد هو ما يستاهلش ده. في ناس كتيرة تستاهل إنك أنت تقعد وتتكلم معاها وتغيّر جو معاها، وفي ناس ما تستاهلش أصلًا إنك أنت تبُص لها.